صوت المطر على باب البيت، صورتك في بالي أنا حنيت. آسف يا قلبي أنا اللي حبيت، آسف يا روح اللي يا ما ذيت، آسف على كل اللي كان، آسف يا قلبي أعطيت هالأمان. صغيرة أنا وبكفيك ساها الزمان. كيف لو ما كان هالمكان هاد يحوينا، كيف لو زمان لا ما مسكنا بيدينا، ولا حتى تلاقينا وحكينا وحبينا، ولا حتى تمنينا لو يوم ما التقينا. بس يا ريت لو قدرت نسيت، أو يا قلبي قسيت على حالك ومشيت. أنا تمنيت لو يوم ما حبيت، صبرت هالجروح ولا لا ما تخليت. شايف طيفة ساكن فيه ومعي، راح ارمي حنيني ويا عين دماي. خليني محالي لا ما ترجعي، ياللي حبها قلبي اليوم هي مش معي. حكيت لك خليني نروح احنا بعيد، وننسى كل شي ونبدأ من جديد. ناديتك مشتاق وناجيت رجعيلي، ليش الفراق مش حبيتك احكيلي. لو يرجع زماني وما اشوف انا عيونك، انسى الاماني وكل لحظة من دونك. كل الاذاني كان كذبك وعودك، يا ريت راحت روحي قبل ما اشوفك. كيف لو ما كان هالمكان هاد يحوينا، كيف لو زمان لا ما مسكنا بيدينا، ولا حتى تلاقينا وحكينا وحبينا، ولا حتى تمنينا لو. لؤي، انت بتعمل ايه هنا؟ وانا ايه اللي جابني المستشفى اساسا؟ ليه ما قلتليش يا مية؟ ليه خبيتي علينا كلنا؟ ليه؟ بيت ايه؟ مش فاهمه انت قصدك ايه؟ ليه ما قضيتيش تقولي لحد؟ ليه قضيتي شهور ويمكن سنين وجع لوحدك؟ انت قصدك ايه يا لؤي؟ وضح. قصدي على مهدك يا مية. مهدي؟ مهد ايه؟ هتعملي نفسك مش عارفة دلوقتي؟ مية انتي مريضة ولازم تعملي عملية، ونسبة نجاح العملية دي ما تتعداش ال10%. بس لو ما عملتهاش فانت كده حياتك بتنتهي بالبطيء. ليه ولا كنت بتحكي مرضيكي ولا حتى كنت بتحكي مرضك؟ ليه كل حاجة كنت بتستحمليها لوحدك؟ ليه من البداية ما حاولتيش تعالجي؟ ليه فقدتي الأمل بدهي رغم ان انت اللي دايما بتدينا الأمل؟ عشان لما اكتشفت مرضي كنت خلاص في المرحلة الأخيرة، ومفيش منه فايدة العلاج، زي ما هو دلوقتي برضه مفيش فايدة منه العلاج. هعمل العملية وهي نسبة نجاحها ما تتعداش ال10%، وهبقى موت. طب ما انا كده ميتة اساسا. لو فضلت عايشة هبقى بموت بالبطيء، ولو عملت العملية هبقى موت خالص. طالما نسبة نجاح العملية ما تتعداش ال10%، يبقى مستحيل انها تنجح اساسا. فاخترت حل ان انا افضل عايشة بالمرض، او على الاقل هعيش اكتر وقت ممكن. ويا ريتني كنت عملت العملية ومت وخلصت وما شفتش وجع زيادة في حياتي. بس يا مية دايما بيكون في أمل. طب ما أنا كمان اتحكم عليا بالإعدام، وكنت دخلت بيت الإعدام وفاضل دقايق واتعدم، بس ما فقدتش الأمل زي ما انتي قلتيلي، وفعلا طلعت منها ونجيت من الموت في آخر ثانية. حتى انتي نفسك ما فقدتيش الأمل أبدا. انتي حتى عمرك ما فقدتي الأمل فيا أنا شخصيا، وفضلتي تحاولي لحد ما فعلا أثبتتي براءتي رغم ان كان مستحيل. بس انتي عملتيها وكان عندك أمل في ربنا. اشمعنى المرة دي فقدتي الأمل؟ أنا كانت نسبة إن أنا أعيش ما كانتش تتعدى ال1%. أنا انتي الحمد لله في نسبة 10%، يمكن رقم قليل، بس احنا واثقين في ربنا، وبإذن الله هتعملي العملية وهتكوني كويسة. انت عرفت ازاي يا لؤي؟ لما اغمى عليكي لما كنا في الجنينة، الدكتور قال لنا، وجبتك هنا المستشفى الدكتور قال لنا ان انتي مريضة، وان لو ما عملتيش العملية خلال اسبوع هتكون دي اخر ايام في حياتك. كنت خايفة اعمل العملية وما تنجحش، وما اقدرش اشوف اي حد من اللي بحبهم تاني. ليه يا حبيبة؟ حبيبة مين؟ لؤي؟ انا مية. بس انتي حبيبتي الوحيدة. مية، انا بحبك. الفرحة المنتظرة، يعني فرحة مش عادية.
عالمية، دي فرحة دولية. اسمع يا خال، لو عندك محل اقفله، لو عندك مشوار هتجيله، واستنانا على نار علشان اللي جاي دمار. كلمة السر ازعاج مستمر قبل اي كلام، الدعوة عامة. وبوك يا اخواتي هنبقى لما بنحب الناس والناس كلها حبانا. اللي جيت فرحنا حضورك. كنت دايما بحس بده بس بكدب نفسي. كنت متكبر ومغرور زي ما انتي فعلا قلتي، لحد ما فعلا صدقت ان انا بحبك لما النهارده كنتي هتروحي، ولما النهارده كنتي هتروحي مني. هتعملي العملية يا مية، وبإذن الله هتنجح. أنا واثق في ربنا، وواثق إنك هتقدري. ياما عديتي بحاجات أصعب من دي كتير. هتعملي العملية وهتنجح، وهنعمل أحسن فرح في مصر، وهعوضك على كل لحظة ألم عشتيها. من إذنك هروح أحدد ميعاد العملية مع الدكتور وأجي أقولك. يا لؤي طمنا، مية عاملة ايه؟ مية الحمد لله كويسة، ما تقلقوش، مية الحمد لله كويسة. وهروح أحدد ميعاد العملية مع الدكتور. طب وهي العملية هتنجح؟ بإذن الله هتنجح. لازم يكون عندنا ثقة في ربنا. العملية هتكون الأسبوع ده بإذن الله. بلغي أهلها. حاضر. إيه الفرحة دي يا لؤي؟ بقالي كتير جدا ما شفتكش فرحان كده. كان معاك حق يا فهد. معايا حق في إيه بالظبط؟ أنا بحب مي، ما فهمتش برضه. طب ما أنا عارف كده من بدري. إيه الجديد في كده؟ اعترفت لها بحبي دلوقتي. إيه؟ نعم؟ اعترفت لها بحبي دلوقتي. نعم؟ إيه ده؟ نعم؟ ده اللي هو ازاي ده يعني؟ زي الناس؟ ازاي؟ انت لؤي؟ طب انت سخن؟ طيب شاهب حاجة؟ أي حاجة؟ شاهب حاجة؟ لا مش شاهب حاجة، أنا تمام زي الفل أهو. ثواني كده، انت مازن ومتبدل صح؟ فين لؤي؟ انت عيالة فين لؤي؟ طب سيب ايدي، طيب سيب، انا مش موجم وهتسجني هو. ما انت مش لؤي. لا لؤي يا اخي، طلعت علينا 15 حلقة كاملين عمالين نقول لك بتحبها وانت تقول لا. يلا يا سيدي مبروك، باذن الله العملية تنجح وتتجوزوا. ده فعلا اللي انا قلته. طب وايه كان رد فعل مية بقى؟ لازم في ايه؟ لا ما هو انت فرحان فاكيد يعني حصلت حاجة فرحتك. اتصدمت وما هدتش، فغالبا هي لحد الان تحت تأثير الصدمة. بصراحة حقها. يا ابني ده انت قدام الناس، يعني انت واحد رحت قلت لها ان انت بتمثل وان انت عمرك ما حبيتها وان انت اوهمتها بده، وبعد كده سبحان الله، وبعد كده طلعت في لقاء صحفي وقدام العالم كله قلت ان انت مستحيل تحب واحدة زي دي. فجأة كده اكتشفت ان انت بتحبها بجد. يعني دي حقها تفضل اسبوعين في صدمة. خلصتها؟ اوعى بقى ما اروح اشوف الدكتور. اهو كده ده لو ايه اللي انا اعرفه بقى. حضرتك ممكن تقدر تشوف ايه الميعاد المناسب للأستاذة ماهر، والميعاد المناسب ليها هو ده الميعاد اللي احنا هنعمل فيه العملية، بس الأفضل طبعا إنه يكون خلال الأسبوع ده. تمام، شكرا لحضرتك. العفو، عن إذنك. بس كده. ممكن أفهم محدش فيكم قال لي ليه؟ كنا هنقول لك ايه يعني يا حسام؟ مش فاهمة. تقولوا لي إن مية مريضة، ولو كنت عرفت كان هيفيد بإيه؟ ايه سكت ليه؟ قول، كان هيفيد بإيه؟ ما تنساش يا حسام ان انت ومية قصتكوا خلصت اساسا. انت اللي عمال تتلزق لها. يعني يا ريت تراعي ان حاليا انتوا كشكلتوا الخطوبة، وان مفيش اي حاجة اسمها تجمع بينكم. ويا ريت انت كمان تراعي ان انا في الاول وفي الاخر ابن خالها، يعني قريبها، ومن حق اكون موجود هنا. مش شرط يكون بصفة خطيبها، لا، بصفة قريبها. يعني ادم مستفز. تاج في ايه انت كمان؟ مالك يا تاج متعصبة كده ليه؟ عشان كلكم ناس مستفزة. وكمان لميس وحشتني قوي. طيب تاج، كنت عايزك في موضوع مهم. في ايه؟
ميس عايشة؟ للأسف لأ، ربنا يرحمها، هي في مكان أحسن بكتير دلوقتي، بس كنت عايزك في موضوع تاني خالص. خير، اللهم اجعله خير. بعيد، ما ينفعش هنا. ايه اللي ما ينفعوش هنا يعني؟ يا تاج يلا بقى. ايه اللي يلا هنا، هو هنا حلو. احنا ناس مستفزة برضه مش كده؟ تعالي. شدتني وراك كده ليه؟ كنت بنت اختك انا ولا بنت خالتك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خير في إيه؟ انت خاطفها ولا ايه؟ لا لا، هي دي تاج. بتصوت على طول كده يعني؟ ايوه. انتم السابقون ونحن اللاحقون. المجنونة دي؟ لا بعد اذنك ما اسمحلكش. لا وهي مجنونة فعلا يعني، مش بكدب. يلا ربنا يعينك بقى. بني ادم مستفز. بتتوحشوش انت وهو كده ليه؟ ده انتوا ناس تشيلوا. والله صدقت الحاجة مية اللي جوه دي لما قالت لي ان انتوا ناس تشيلوا. ايه ده، هي ما كانت بتتكلم عليا؟ طب وانا مالي طيب؟ لا بصراحة هي ما اتكلمتش عليك كتير اساسا، بس اصل بص هحكي لك انا انسانة هغاي. كان مهر كده زمان، فلؤي وباسم كانوا بيتوشوشوا، فهي كانت متعصبة منه فجت حكت لي. صح، افتكرت انا افتكرت حاجة. انت كنت عايز ايه بقى؟ ادينا بعيدة اهو، اتفضل احكي. هنفضل نحمحم كتير نخلص، احنا بننام بدري. تاج، ايه رأيك نتجوز؟ ايه يا عينيا؟ في انت هتهدحيلي ولا ايه؟ هو انت بتشتري طماطم؟ وايه اللي يلا نتجوز؟ ايه التخلف بتاعك ده؟ هو احنا في سوق الخضار هنا؟ يا بنتي افهمي. بنتك طب ازاي بقى بنتك ونتجوز بقى؟ اقنعني انت، اقنعني. دي مشكلتك الوحيدة؟ لا ايه التخلف ده؟ انت متخلف على فكرة. طب ممكن افهم انت بتتقلي ليه دلوقتي؟ ما انت كلامك متخلف. انت على بعض كده كلك متخلف. وايه اللي انا اتجوزت؟ ايه ده احنا في فيلم هنا ولا مسلسل؟ مش من شويه كنا في سوق الخضار نقلنا فيلم ومسلسل؟ طب حلو بنعلى. سيبنا من الهزار شويه. هو انت بتعرفي تتكلمي كلمتين جد في حياتك اصلا؟ شوف انت اللي بتعصبني. طب ممكن تهدي عشان عايزه اكلمك في موضوع مهم بجد. اهو اديني هديت اهو. دلوقتي انا كنت بفكر. ما تفكرش. لا حول ولا قوه الا بالله. تاج، انا خلقي ضيق لوحدي. الحمد لله طلع فيك عيب. بتقولي حاجه؟ لا ما بقولش. لا قلت. لا ما قلتش. استغفر الله العظيم. تاج، انا كنت شاكك. ما تشكش. هو انا لو هزعتك قلم دلوقتي هيحصل حاجه؟ عيب تمد ايدك على واحده ست. فين الست؟ معلش، ده انا حاسس اني بكلم لؤي. وهتتجوز لؤي؟ مش فاهمه. لا ثواني بقى عشان دماغي هتلف بجد. منين حاسس انك بتكلم لؤي؟ ومنين من سنتين كنت بتقولي ايه رايك نتجوز؟ مش اللي في دماغك. ما هو انت اللي كلامك عجيب بصراحه ويتفهم غلط. الله. بصي تاج، ممكن اتكلم بجد بقى؟ بجد حلوه دي. اتكلم. هنفضل سنتين نحمحم. اتفضل اتكلم. انا بحبك. وبعدين يعني مش فاهمه الفيلم هيخلص امتى؟ فيلم ايه؟ تاجي بقولك انا بحبك. ايوه الفيلم هيخلص امتى ولا فيلم ايه ده؟ يا ست افهمي، انا بحبك انتي. انا مين معلش؟ انتي تاج. تاج مين؟ انتي. مش فاهمه، عيد تاني. هو انا بشرح لك ده يا بنتي؟ بقولك انا بحبك. ايه الصعب في كده؟ زي ما لؤي كان بيحب مية بالظبط. فهمت. يعني دي لعبة وانتوا بتقلدوا بعض بقى وكده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو في مصحة في المستشفى دي تروحي تتعالجي؟ غالبا بس تتعالج ليه؟ مش لما تعالج صاحبك؟ تاج افهمي بقى، افهمي. انا كفهد بحبك. هو انت مش بتحب ليليان اخت لؤي؟ نعم. ايوه، ما انا شفتكم في المطعم لما كنت مع اخويا، في المطعم اللي انا بشتغل فيه، اللي هو اخويا صاحب المطعم، ساعة القضية. هو انت متخلفة؟ طب يعني انت اللي انا اعرفه ان انت بتحبي تتجسسي على الناس. ما سمعتنيش وانا عمال اقول لها انت اختي الصغيرة؟ ما سمعتش بصراحة، كنت مشغولة مع اخويا.
طب حكمتي ليه بقى؟ ما انا شفتك معاها، قلت تبقوا مخطوبين اصلا او متجوزين، فعشان كده فكرتك بتهزر. فعشان كده لما عمال تقول بحبك والجو المتخلف ده فكرتك بتهزر. انا ما فيش حد في حياتي اساسا، يعني في مقام اختي الصغيره، يعني انا بعتبرها اختي الصغيره، وبعدين دي اصغر مني اساسا، دي عندها 23 سنه. بعدين ده انا لو كنت اتجوزت وخلفت كنت خلفت قدها. الدهو الباقي بقى على المجنونه اللي خلتني احبها، اللي غالبا اول حرف من اسمها تاج. انا اكتشفت ايه الحاجه المشتركه بينك وبين مي، الصدمه. هسيبك تستوعبي واروح اشوف له ايه. هو الواد ده متخلف؟ ازاي؟ هو منكيش يعني كنت معجبة بيه سيكا، بس كان مجرد اعجاب سيكا. بس ان جينا للحق هو كده ماشي اصلا، فمش سامعني. الواد ما فيهوش غلطة، ودي الحاجة اللي منافساني. ده حتى لما اتعصب يرجع عادي تاني. هو طبيعي يبقى بني ادم ما فيهوش غلطة كده؟ طيب. ويسعدني اني اقول لكم انه بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، واللي لاول مره الحلقه يكون فيها الكم ده من السعاده وكميه الصدمات دي وكميه الحاجات الحلوه دي، وتبقى حلقه كامله ما فيهاش ولا مصيبه حرفيا. فاشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. باي.